اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا وسهلا بيكم النهاردة إن شاء الله يوم جديد وفيديو جديد. النهاردة يوم مختلف عن كل مرة، لأنه تحدي بيني وبين ابن عم أولادي عن أحسن واحد يعمل كيكة. وإحنا ما كناش محضرين للحلقة دي بصراحة أو للفيديو ده، بس هي جت صدفة كده. هي سلفتي قالت لي إن رب منها شوية لبن، وقالت ان هي تاني يوم هتعمل بهم قرص طرية او كماك بلبن. وبعدين راحت الشغل، كانت رايحة سهر بالليل يعني لان هي ممرضة في مستشفى. فراح ابنها قال لي ايه تيجي نعمل بهم كيكة. قلت له طب تعالى تعالى نعملها بقى تحدي. انت تعمل صينية وانا اعمل صينية ونشوف ايه مين فينا اللي هيكسب في الاخر. فانا هنوريلكم الفيديو كده من اوله لاخره، وبعدين نشوف في الاخر بقى ايه واحكموا بقى. شوفوا كيكة مين الاحلى. هو وقف كده. هو طبعا ابن عم اولادي ده في ثانويه عامه السنه دي، ربنا ينجحه هو وبنت ان شاء الله. اسمه نور. وقف كده جاب كيلو دقيق، ابتدى ان هو ينخله. وقف نخله كله على بعضه كده، هو ياخد نصه وانا هاخد نصه. وجبنا كيسين، كيس كيك شيف وكيس بيكنج باودر. وقف كده نخلهم كلهم على بعض كده، الكيلو كله اهو. شوف بيرمي فين بقى. شوفوا بصوا كده جنبكم كده. هو المشكلة عنده ان هو بيكركب حواليه ما بينضفش. فوقف كل ما يفضي حاجة يرميها لي في الحوض كل ما. فشوف بقى انا هقول له ايه. يا ولا بتحط فين يا جاف يا رم. حط في كيسة يا ولا. انا هجيبها ازاي كده. انت شفتوا بقى المنظر. هو طبعا بيشتغل وانا هنضف وراه. وقف بقى ايه. بعد ما نخل الدقيق، ابتدى ان هو ينخل كمان البيكنج باودر اهو. وكيس الكيك شيف برضو هينخله مع كيلو الدقيق. وبعدين جه على الكبة، قشر برتقانة وقطعها كده 4/4 وراح حاططها في ايه في الكبة. او خلاط، اي خلاط ممكن عندك تستعمليه يعني، بس هو احنا بنعمل في الكبة. وبعدين نزل بيه كوباية لبن رايب، وحط كوباية سكر وكوباية زيت. كل حاجة حطها على بعضها يعني. بيضتين حطها كده. كيسين فانيليا. طبعا هو سمع كلامي بقى وجاب كيس جنبه كده في الباسكت وقعد يرمي فيه بعد شكل بينا يعني. معلقة خل. وبعدين هو كان بيقول لي ساعتها بقى انا عايز معلقة ذرة ملح، وقلت له مش مهم. ف هيبتدي ان هو يضربهم كده. ضرب كل الخليط مع بعضه. وانا ساعتها بقى قلت له ايه تعال نقسم الدقيق بقى. الدقيق وعليه الكيك شيف والبيكنج باودر. هو اخد نصه بالظبط وانا اخدت نصه. تقريبا كان كل نص 4 كوبايات، لان كيلو دقيق اصلا 8 كوبايات. انا خدت 4 وهو خد 4 انا بعد ما قسمتهم كده. وابتدى ان هو يجيب المضرب اليدوي ويضرب كده حبة بحبة. طبعا هو عمل يمين ورجع عمل شمال. فقلت له لا اعملها كلها في اتجاه واحد كده. وبقى ينزل بالخليط كده حبة حبة. وهو كان حط كوباية لبن واحدة، ولما احتاج نص كوباية لبن كمان حطها. يعني بعد ما خلص الخليط ده لقاها تقيلة شوية، راح جايب نص كوباية لبن كمان وحطتها. انا هعمل نفس المقدار اللي هو عاملها، بس بطريقة مختلفة عن اللي هو عملها كده. ابتدى يقلب جامد بقى.
لما لقى القوام تقيل شوية قال لي ازود كمان نص كوباية لبن، نزلها اهي. طبعا ده لبن رايب، فمش شرط ان اللبن يكون لبن صابح او حاجة، يعني هو ممكن يكون رايب عادي، وعلى فكرة بيطلع احلى في المعجنات عن اللبن اللي هو مش رايب. في ناس بتروب اللبن اصلا عشان تستعمله في المعجنات، بتجيب اللبن وبتروح حطها على البوتاجاز يغلي، وبعدين بتروح جايبة معلقة خل وحطها عليه، بيروح قاطع كده او يروب. وعلى فكرة يعني معلومة كده برضو، كل حاجة في الدنيا لما بتكون طازة بتكون احسن حاجة، ولما بتكون آه، يعني فاسدة طبعا ما ينفعش ان هي تتاكل. الحاجة الوحيدة اللي لو فسدت بتبقى اصلح منها وهي طازة هو اللبن، الفساد بتاعه هو الروبان. فاللبن الرايب بيبقى احسن للجسم من اللبن اللي هو الطازة اللي هو مش رايب. فدي معلومة برضو ان اللبن الرايب ده اخف على المعدة او احلى للجسم. ده انا كنت يعني قرأت عنها قبل كده، ممكن انتوا برضو تتأكدوا من المعلومة دي، حتة اللبن الرايب دي. وبعدين جاب صينية كده ودهنها سمنة، وبعدين نزل بالخليط اللي هو عمله في الصينية. طبعا في الوقت ده انا كنت شغلت له الفرن، عملت الفرن على درجة 180، وعملت التايمر على 40 دقيقة و180 درجة. خبطها خبطتين كده، وبعدين هيروح حتى انا بقول له هات اما احط لك في الفرن، قال لي لا انا اللي هحط، عشان يبقى عملها من الاول للاخر يعني ما حدش ساعده فيه. وفعلا هو اللي عملها. خلاص راح حط ايه، انا ظبطت له بس درجة الحرارة اهو. وبعدين هبتدي انا اللي ايه اشتغل بقى في بتاعتي اهو. جيت كده على الرخامة، جبت الكبة برضو، وابتديت ان انا اجيب بقى ايه نفس المقادير اللي النور استعملها، يعني نفس الحاجة اللي النور استعملها انا استعملت زيها بالظبط. بس هو حط كل الخليط على بعضه. انا عملت في الاول ايه البيض، حطيت بيضتين اهو، وجبت الفانيليا. كان قبل كده شيفات كتير يقولوا ايه البيض والسكر لما يتعاملوا مع بعض هو عمود الكيكة، يعني هي الحاجة اللي بتخلي الكيكة تفنش او تدي ايه قوام كويس. بس لاحظت ان هو حتى لو انت جبتي البيض وكله وعملت كله على بعضه بيطلع برضو بنتيجة كويسة، لو هو اصلا المقادير مظبوطة يعني. فمش هتفرق، يعني مش هتفرق خالص، بدليل ان نور لما عمل كل حاجة على بعض، يعني حط اللبن حط السكر البيض كله على بعضه على بعضه. غير الطريقة اللي انا عملت بيها خالص، عملت البيض لوحده، حطيت عليه السكر الاول واديت لهم ضرب جامد لغايه ما بقوا عاملين زي الكريمه. حطيت السكر اهو، انا حطيت كوبايتين سكر على ال- البيضتين، وطبعا الفانيليا، وبعدين ضربتهم ورجعت تاني حطيت كوبايه زيت، وابتدي اضربهم جامد اهو. طبعا كنت بحط ايدي كده على الكبه من قدام، لان ما كنتش لاقيه في الوقت ده اللي هي البلاستيكة اللي بتبقى تتحط في الكبة من فوق، فلو انا محطتهاش بتطرطش. فبصراحة ما كنتش لاقيها، ما لقيتهاش الا تاني يوم، يعني ما كنتش لاقيها في اليوم ده، فبقيت اعملها بايدي كده. وبعدين نزلت بالبرتقان، حطيت انا بقى ايه برتقانتين، وحطيت كوباية اللبن، واضربهم ضرب جامد بقى. وجبت بولة ونزلت بالخليط كله اهو، وجبت الاربع كوبايات دقيق اللي كانوا فايضين بقى من اللي نور عملهم، منخولين طبعا ونور اللي نخيلهم.
وهنزل بيه حبة حبة كده. جبت المصفى اللي انا كنت بنخل بيها. طبعا هو الدقيق ده منخول قبل كده، هو نخله، بس انا كنت بنزل بالخليط على بالدقيق على الخليط برضو وانا بنخله، ما كنتش بزود مرة واحدة. وابتدي بقى اضرب كله في اتجاه واحد كده، وكل شوية بقى بنزل بكوباية. هو كان ما شاء الله واقف يعني بيعمل معايا اهو. طبعا في الوقت ده الكيكة بتاعت نور في الفرن كده. بس انا خدت مقلب يعني، هقول لكم المقلب اهو. شوف انا ماشية زي بالخطوات مظبوطة، ماشية مظبوط خالص اهو. طبعا الدقيق اللي انا نزلت بيه ده هو نص كمية الدقيق اللي نور كان بيعملها. يعني نور عمل 4 كوبايات وانا عملت 4 كوبايات، ده مقدار كيلو كامل. وكنا مستعملين كيسين، كيس منهم بيكنج باودر عادي، وكيس كيك شيف. فقسمنا المقدار بتاع الدقيق وعليهم الكيسين، يعني يعتبر كل واحد منا خد كيس يعني، بس احنا لخبطناهم على بعض. وابتديت ان انا اضرب جامد اهو. وطبعا في الوقت ده الكيكة بتاعته في الفرن اهو. هنزل بنص برضو كوباية لبن واقلب جامد. ماشي، احنا كده ماشيين بالمقادير مظبوطة جدا، انا ماشية بالمقادير مظبوطة وهو ماشي، كان ماشي برضو بنفس المقادير. قلبت جامد اهو لغاية ما القوام بتاعها يبقى زي ما انا عايزة. يعني انت تيجي تنزليها اكنها شريط كده وانت بتنزليها. ما تستخسريش بقى في التقليب، لان التقليب ده اللي بيخلي الكيكة تفنش معاكي. جبت بقى صينية، نفس الصينية. يعني انا طلعت الكيكة بتاعت نور من نفس الصينية، وقصدت ان انا اعمل نفس الصينية. في حاجة بقى احنا طلعنا الكيكة من الفرن، وبعدين المفروض ان الفرن لسه والع. يعني المفروض ان انا طلعت الكيكة وسبت الفرن والع. اتاري بقى التايمر انا ظبطته على ان هو يفضل والع بعدها مثلا 5 دقايق ولا 10 دقايق، لغاية ما انا اروح احط الكيكة، وبعدين ابقى ايه اظبط النص ساعة ولا ال40 دقيقة اللي انا هعمله. التايمر فصل على بال ما صبيت الكيكة في الصينية، والتايمر فصل والفرن برد، وانا ما خدتش بالي، ما شفتوش. وبعد ما رحت حطيت الكيكه في الفرن وببص لقيت الفرن بارد جدا بعد ما حطيت الكيكه. فدي كانت غلطه برضو، يعني تعرضت ليها، او مقلب انا تعرضت ليه. الكيكه اللي طلعت دي بتاعت نور، اللي طلعت قدامكم دي بتاعت نور. فهو هيقطعها قدامكم وتشوفوها. بصوا كده. طبعا المقدار اللي هو عامله كان المفروض الصينيه تبقى اصغر من كده شويه. يعني انا عندي اصلا من النوع ده صينيتين، الصينيه دي كبيره شويه والصينيه التانية اصغر شويه منها. يعني المفروض كنا نعملها في الاصغر شويه، بس احنا يعني قلنا نعملها في الاكبر يمكن تيجي وكده. بس يعني طلعت ايه، يعني المفروض ان هي تيجي هش عن كده قوي، يعني المفروض ان هي تعلى عن كده قوي. بس هي طلعت بصراحه يعني الهشاشه بتاعتها جميله جدا، يعني ما هيش معجنه خالص. بصوا كده، بصوا كده، هي مش تخينة قوي، يعني مش عالية قوي، بس اصلا القوام بتاعها من جوه هش، زي عاملة زي الاسفنج كده. بصوا كده يا جماعة، جميلة جدا ازاي، بجد بجد من هنا بقول له يعني تسلم ايدك يا نور. شوف فرحان ازاي فرحان فرحان يعني. من يومها لحد النهاردة احنا عاملين الكيكة دي بقالها تقريبا 3 اسابيع يعني احنا الفيديو ده احنا مصورينه تقريبا بقاله اكتر من 3 اسابيع. من يومها لحد النهاردة ذليلنا بصراحة.
يعني الكيكة بتاعته هتطلع أحلى من الكيكة بتاعتي. يعني أنا حرقت لكم المفاجأة في الآخر إن أنا أطلع الكيكة بتاعتي. أنا هطلع الكيكة بتاعتي كمان شوية وهتشوفوها. الكيكة بتاعت نور أحلى بكتير أوي من الكيكة بتاعتي، هتطلع هشة وجميلة عن كيكتي. الكيكة بتاعتي هتطلع هابطة شوية ومش هشة زي دي. ليه؟ الفرن ما اتظبطش عليه. بس عموما يعني حصل خير. حصل خير. احنا انقضينا كلنا على كيكة نور كلناها، وبتاعتي فضلت بقى تلطلط معانا لتاني يوم. عشان هي بتاعته كانت احلى من بتاعتي. بص كده الفرن طبعا انا ابتديت ان انا اتفادى الموضوع وعليت النار على 200 درجة ومش عارفة ايه، بس برضو يعني ما اتظبطتش قوي زي اللي كانت نور يعني مظبوطة. بتاعت نور احلى يعني. بصوا كده انا هقطع بتاعتي اهو، دي بتاعتي اهي. وانا اصلا بقطعها كنت حاسة ان هي مش هشة زي بتاعت نور خالص. بصوا شايفين؟ يعني انتوا طبعا مش هتحسوا بيها قوي، بس انا هطلع حتة قدامكم. طبعا هو ايه، فرح قوي قوي. وقعد بقى ايه ينادي بقى على كل اللي في البيت، تعالوا شوفوا انا عملت كيكة احلى منها، انا مش عارفة ايه. وبصراحة يعني كان يوم ما طلعتلوش ملامح. يا ريتني ما كنت قلت له تحدي ولا اي حاجة. انا لو احنا بنعمل في اول فيديو كده قلت له ايه، تعالى يا نور نكرر كده التحديات دي تاني ونشوف احنا يعني انت شاطر في ايه وكده، ونعمل التحديات دي. هو بسم الله ما شاء الله عليه يعني دمه خفيف كده انا بحبه زي ولادي يعني. فبعتبره ابني يعني، ان هو قاعد معايا على طول. الشقتين جنب بعض ويعني اولاد عم ولادي ما شاء الله قاعدين معانا على طول. فبحب انا اقعد اناكف فيهم وكده. بص بقى بتاعتي طلعت معجنه انا شويه. كسبت التحدي يا عم هابطه، علاء. مش زي بتاعته خالص. فجيت اطلعها بقى، طار من الفرحه طبعا، قعد يرقص ويغني. وقعد وقعد ينده بقى على عمه اللي هو جوزي، انا في اخر ما وقعد خلصت ينده رحت على مزود ابوه. نص كوبايه ميه عشان يجوا يتفرجوا. قولي ابن سلفي هو اللي كسب التحدي. خلاص يا جماعة، ابن سيلفي هو اللي كسب التحدي. ومن هنا بعلن ان ابن سيلفي هو اللي كسب التحدي. ابن عم ولادي هو اللي كسب التحدي وانا خسرت في التحدي ده. ان شاء الله المرة الجاية نعمل تحدي وانا اكسب فيه بإذن الله. وتسلم ايدك يا نور، وعقبال يا رب كل يوم ما تعمل حاجات ناجحة كمان وكمان، ويا رب تنجح في الثانوية العامة انت وبنتي وكل المسلمين، اللهم امين يا رب العالمين. وبالهنا والشفا للي اكل اي حاجة، وبالهنا والشفا على قلوبكم كلكم. واتمنى ان انتوا تكونوا اتبسطتم من الفيديو، وان شاء الله تجربوا حاجات كتير احلى من كده. وبالهنا والشفا على قلوبكم كلكم، وتصبحوا على خير.